السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان عرفة. إن شاء الله هنعمل معاكم صينية السردين في الفرن بطريقة جميلة جدا، والخلطة إن شاء الله اللي هنعملها بيها السردين هتكون جبارة وتبهرك جدا. أول ما تدوقي طعم السردين، أول ما تطلعيه من الفرن كده وتدوقي وتشم الريحة، بجد هتقول الله الله على الطعم وعلى الريحة. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معاكم حلقتي النهاردة. هنعمل صينية السردين في الفرن. هنا معايا السردين البلدي، غسلته كويس جدا بالملح والليمون، وحطيته في شويه ميه مع الملح والليمون لغايه ما اتخلص من كل الرواسب اللي فيه، وشطفته كويس جدا بميه نظيفه، وبعد كده حطيته في المصفى لغايه ما يتصفى. هنا معايا بصلتين طبعا بتقطعيهم جوليان على حسب الطريقه اللي تعجبك او تريحك. بتقطعيها بالشكل ده، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف عليها شوية خضروات. شوية الخضروات هقولها لكم دلوقتي حالا. بعد ما قطعت البصلتين حطيت عليهم ملح مبهر وقلبتهم كويس جدا. وهنا معايا فلفل احمر وفلفل اخضر، ومعايا جزر، ومعايا طماطم. طبعا هنا كمية كبيرة، بس عشان كنت اليوم ده هعمل سمك مشوي مع صينية السردين. طبعا انا السمك المشوي عملته قبل كده في حلقه على القناه، ان شاء الله هتلاقوه بكل التفاصيل. وهنا بعد ما قطعت البصل وحطيت عليه ملح مبهر، حطيت الخضروات بتاعتي ومعايا نص معلقه من الثوم المفروم، وقلبتهم كويس جدا بعد ما احط ثوم بودر عشان يعلي الطعم معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا قلبت كويس الخضروات مع بعض، اللي هي الجزر والفلفل، ومعايا قرن فلفل حار. ده بيعلي الطعم جدا، بيعلي التيست بتاع الوصفه، جميله جدا. في الخلاط بقى هتضيفي الطماطم والخضروات اللي انت ضفتها اصلا في البصل، بتضيفيها تاني في الخلاط مع الثوم، مع ربع كوبايه من الخل، كمان معايا نص كوبايه من الزيت، ومعايا كمان زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا كمان 3 عصير من الليمون. والتوابل بتاعتي طبعا اللي هي توابل السمك وكمون وببركة وملح بكمون وكزبرة، وطبعا بتظبط الملح على حسب الرغبة، فلفل اسمر، شوية من القرفة، وشوية من الجنزبيل. التوابل دي معاكي هتحطيها مع الخضروات اللي هو الفلفل والطماطم والجزر والفلفل الاخضر، والفلفل طبعا الاحمر اللي هي فلفل الوان. وزي ما قلت لكم انا حطيت نص طبعا ليمون، انا اسفه نص كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من الخل، وعليهم 3 عصير من الليمون. الخلطه دي هقسمها نصين، النص هحطها في الخلطه دي وهقلبهم مع بعض، وبرضه بنصر عليها ليمونه. وهنا بقيه الخلطه اللي انا عملتها في الخلاط بضيفها على السردين، وابدا ان انا اقلبه بالراحه جدا عشان السردين اللحم بتاعه برضو بيكون طري وما يتهريش معاكي، لان احنا لسه هنحطه في الفرن، فبتتعاملي معاه بالراحه جدا. وفي التتبيله اللي احنا عملناها في الخلاط هناخد شويه شويه ونحطهم في السردين زي ما انتوا كده شايفين معايا في الفيديو. طبعا الصينيه اللي انا بحط عليها السردين لازم ادهنها شويه زيت، واحط عليها شويه خضروات اللي انا قطعتها، اللي هي عباره عن البصل والجزر والفلفل الالوان والطماطم، بنرصها. ولو عندك بطاطس ممكن تضيفيها، بجد طعمها بيكون تحفه جدا. زي ما انتوا شايفين انا كده برضو اللي انا بضيف السمك، التتبيله بتاعتي في سمك السردين. زي ما انتوا شفتوا انا هنا حطيت شويه زيت في اسفل صينيه، وبعد كده حطيت شويه خضروات ورصيت السمك بتاعي، والتتبيله اللي فضلت رشيتها عليها من فوق. وبرده في شويه من التتبيله اللي انا مقطعاها بعمل حسابي اللي انا اخلي شويه يعني عشان هنضيفهم على السمك بعد ما نرصه. وبعد كده بنرص شويه زيت على الوش عشان يدينا لمعه للسمك زي ما انتوا كده شايفين المنظر. طبعا انتوا بتخلوا بالكم ان انتوا تخلوا برضو معاكم شويه من التتبيله، سواء ان احنا قطعناها على ايدينا او حطيناها في الخلاط. وتبداي ترصي، ولو عندك بطاطس كمان بتقطعيها بتحطيها بس اسفل السمك، يعني بترصيها في الصينيه بتحط عليها السمك بعدها، بجد طعمها بيكون تحفه جدا. وهنا حطيتها على البوتاجاز، واول ما غلت دخلتها في الفرن طبعا على درجه 180، وكان الفرن ساخن قبلها. بجد كده خلاص هو استوى معايا، وطلعتها اول ما يتحمر الوش